بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ ازيكم؟ انا عارف الغيبه المره دي يعني طولت شويه، مش عايز احسب قد ايه، ولكن كالعاده انتوا عارفين يعني ان الغيبه دايما بيبقى ليها اسباب، وبمجرد ما بقيت جاهز قلت ادوس على طول واعمل فيديو من غير كلام كتير. زي ما انتوا شايفين احنا تقريبا في استوديو جديد، هو مش جديد قوي الحقيقه، يعني احنا كنا زمان خالص غيرنا استوديو وطلعنا فوق وعملنا استوديو معزول تماما صوتيا، وحصلت ظروف وبعد كده نزلنا تاني، ولكن المره دي خدنا بقى ايه يعني الغرفه اللي جنب الاستوديو القديم، فحاسس بالنوستالجيا كده يعني عبق التاريخ. ومبسوط الحقيقه ان انا نزلت الاستوديو ده، بس الموضوع خد شويه وقت كتير لحد ما جهز، يمكن هو ده اللي كان معطل الدنيا ومعطل ان الفيديوز تنزل. اكيد يعني مش هشتغل في استوديو بجهزه وكمان انزل فيديوز يعني كتير جدا يعني، ولكن انا الحقيقه يعني انتوا وحشتوني جدا، وحشني جدا ان انا انزل فيديوز. اتمنى ان انا كمان اكون وحشتكم يعني، وما تبقاش العلاقه من طرف واحد يعني. فكان في تعب كتير الفتره اللي فاتت، تقريبا المكان ده عشان يجهز تقريبا خد له شهر، وطبعا كان رمضان فالدنيا كانت متعطله خالص، وطبعا اكيد الموضوع بعد رمضان بياخد شويه وقت عشان تدوس تاني. يعني اخر حاجه تقريبا عملتها كانت من حوالي يومين 3-4 ايام بالكتير، دي اخر حاجه حطيتها هنا في المكان، ولسه ما كملش على فكره، يعني لسه ما جهزش بشكل بنسبه يعني 100%، ولكن الى حد ما نقدر نشتغل واحنا قاعدين كده. متحمس جدا جدا للفتره اللي جايه، واتمنى ان انتوا كمان تكونوا متحمسين للي هقدمه ان شاء الله الفتره اللي جايه. هنركز كتير على المحتوى التعليمي البحت، يعني زي الدروس وزي الورش والكورسز المجانيه اللي هتكون هنا موجوده على قناه اليوتيوب، غير يعني الكورسات المدفوعه اللي هي بتبقى على zakworks.academy. وبالمناسبه دي ما حبيتش اجي وايديا فاضيه، خصم رجع تاني، خصم ال 70%، والبرومو كود هينزل لكم هنا وهتلاقوه كمان على او يعني في الديسكربشن بتاع الفيديو. يعني انا بتهور الحقيقه في بعض الفيديوهات وبقعد اقول خصومات وكده، بس يلا الحمد لله. وكمان في مفاجآت كتير جدا للي بيتابعوا الاكاديميه عندنا والمتدربين الموجودين عندنا في الاكاديمي. بنحضر ان شاء الله لكورسين، مش عايز احرق دلوقتي حاجه، ولكن هم كورسين، في كورس منهم ادفانسد او متقدم جدا بيشرح حاجات قويه جدا في الموشن جرافيكس، وفي كورس تاني لزوز كده يعني لسه بنجهز له علاقه بالتريلرز او الاعلانات او ازاي تعمل برومو، ولكن بقى المره دي بطريقه مختلفه. يعني اهم حاجه في التريلرز او البروموز بتاعه الافلام او يعني المسلسلات المزيكا، وده اللي هنلعب عليه المره دي، ازاي نعمل ميوزك او موسيقى تصويريه للاعلان وتكون قويه جدا زي الاعلانات اللي بنشوفها بالظبط في هوليوود او الافلام الاجنبيه. ادعوا لي بس ان انا اخلص شويه الحاجات اللي باقيه عندنا في الاستوديو، وانا عارف ان انا بطول عليكم، ولكن دايما مش بحب ان انا ارجع وايدي فاضيه، وما بحبش ارجع واتكلم في كلام فاضي وخلاص. يعني انا بحب دايما ان المحتوى بتاعي يكون الناس تدخل على التشانل، مش لازم نكون بننزل حاجات كتير، يعني انا مش عايز اجري ومش عايز اكون زي بتوع السوشيال ميديا ان انا كل يوم فيديو وفي الاخر كل الفيديوز او الكونتنت كله ما يكونش ليه لازمه. انا حابب ان انا اركز جدا واعمل هيستوري لنفسي كويس، بحيث ان انت تدخل القناه سواء نزلت ولا ما نزلتش فانت هتستفيد، او ان كل فيديو يكون فيه افاده. فانا بحب دايما ان انا اكون بركز على الكيف وليس الكم. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهميني، اكيد الناس القديمه معانا اكيد فاهمين انا بتكلم في ايه، لانه انتوا عارفين مبدئي من زمان وهو الافاده البحته. انا كنت حابب اقول لكم احنا كنا بنعمل ايه وايه اللي اخرنا وعملنا ايه وخلصنا ايه، وان شاء الله اللي جاي باذن الله ايه. واتمنى يا رب ان شاء الله ان الفيديوز او المحتوى ما يتاخرش عن كده، ولكن زي ما احنا اتفقنا بقى، احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نعمل محتوى محترم او محتوى تعليمي كويس يفيدك، مش بس ان احنا نرغي وخلاص ونقعد نحشي وخلاص. دي اهم حاجه بالنسبه لي، لاني انا اكتشفت بعد العمر ده كله 6 سنين تقريبا في اليوتيوب، يعني داخلين على 6 سنين، ان انا مش انفلونسر او مش صانع محتوى بالشكل اللي هو الاحترافي. انا راجل يا جماعه، انا فنان في الاول وفي الاخر، انا بتاع فن، يعني انا بحب اشتغل في حته جرافيكس حته مزيكا علشان يعني ارضي الجزء الفني او الجزء العاطفي اللي جوايا، يعني لان انا بعمل الموضوع عشان انا بحبه اصلا وعشان اقدم لكم حاجه مفيده. فدي اهم حاجه عشان ما حدش يزعل ويقول ان انت بتتاخر. انا عارف ان التاخير بيزعل الناس الحقيقه، يعني انا نفسي بزعل اصلا ان انا ما بنزلش حاجات، ولكن لما بنرجع متحمسين يعني، وده الاهم. فحبيت اطمنكم على مستقبل القناه، ان احنا ان شاء الله مستمرين يا جماعه، يعني ان شاء الله يعني موجودين معاكم، واللي جاي احسن باذن الله يعني. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش
خصم 70%، والبرومو كود زي ما قلت لكم هتلاقوه في الديسكربشن، وممكن احطه لكم على الفيديو. ويا رب الالجوريثم بقى بتاعت اليوتيوب ما تظلمش الفيديو ده وفي الاخر ما يتشافش يعني. اشوفكم على خير الحلقات اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم. لو حد متابعني على الفيسبوك هيبقى عارف انا بتكلم في ايه. هي فعلا الحلقه دي هتبقى حلقه الوداع في الاستوديو ده. دي اخر حلقه هنعملها هنا في استوديو زاك ووركس القديم. لو تفتكروا فاكرين البتاع دي عملناها، كان فيديو اسمه بخاخه. الحياه رحله، شويه طالع شويه نازل، والحاضر اللي بنعيشه دلوقتي يمكن نكون مش مبسوطين فيه، لكن بكره هيبقى ذكريات وهيوحشنا، وهنقول يا ريت يرجع تاني. عشان كده لازم تستمتع بالرحلة زي ما هي، ومهما عدى عليك من صعب افتكر ان كله بيعدي. المهم انك تكون مبسوط بالرحلة مهما حصل. ما اقدرش اقول انه مش هيوحشني الحقيقة، بس هو هيوحشني فعلا.